زوجي جاب بنطلون جديد وقال لي كفي لي اياه، بما انه هو بنطلون قماش راح اقصه على بنطلون قديم إله، اخذ قياس وبعدها اقلبه للبنطلون افتقه شويه، اوسع الكفه واخذ القياس مالتها واجيب هذا الكبس الحراري اللي هو مال بنطلون قماش او اي بنطلون تريدون تكفوه. بما انه اني الاوتي مالتي عطلان البخار مالته فخليت ماي وكويته بهذا الشكل. شوفوا لي الكفه ما شاء الله تبارك الله. بعدها راح اكوي البنطلون عادي واكوي له كل هدومه. بهالاثناء بنات صلوا على محمد وآل محمد واستغفروا رب العالمين وحمدوه وشكروه على كل نعمه بحياتكم. طبعا من زوجي يسافر اني كلش احب احضر جنوته. المهم جبت جنطه السفر مالته وخليت اول شي هدوم البيت وبعدها هدوم الطلعه اللي هي كويتها هسه وياكم وحضرتهم. بناطير المفضله عنده، القمصان اللي راح يلبسها هناك. هالاثناء بنات رجعوا صلوا على محمد وآل محمد ودعوه حلوه لزوجي بان يرجع لي بالسلامه. هنا طبعا اني احضر له الهدوم وقلبي معصوره، اقول له شلون هناك اخاف توصل يتعقجن. يقول لي لا يا معوده اول ما اوصل اعلقن. اتمنى يوصل بسلام ان شاء الله هو وهدومه. بما انه هي سفره عمل خليت له الفايل مالته وسجادته وتربته وسبحته ولوازم النظافه وخليتهن بكيس طبعا موحد. اليوم قلت انوع لكم شويه، مو كله طبخ طبخ طبخ، قلت شويه اسوي لكم روتين بما انه زوجي مسافر وحبيت اخلي هاي ذكرى له وهاي عطوره المفضله. طبعا همات راح اصفط له جواربات وترتيب همات كلش حلو ومنتظم بحيث هو ياخذهن بكل سهوله، هناك ما يتعب وكل ما ياخذ شغله يذكرني. ان شاء الله الله يرجعه بالسلامه.